رضا عبد العال بيهاجم فيتوريا هجوم كاسح. في الفيديو ده هتسمع رضا عبد العال وهو بيناقض نفسه بنفسه، وهنجيب لك الفيديو وهتسمعه، ومحتاجك تقول رأيك في الكومنتات وتعمل لايك وشير يا ابو الصحاب، وكمان تصلي على النبي في كومنت. يلا بينا نسمع الفيديو. سواء كنت بتشوفنا على اليوتيوب يا ابو الصحاب لايك وشير، ولو بتشوفنا على الفيسبوك لايك وشير يا ابو الصحاب. يلا نسمع الفيديو وبعدين نرجع نرد عليه رد محترم يليق بيه ويليق بيه الكلام اللي بيقوله الكابتن رضا عبد العال. يلا بينا. ايه الجبن اللي عندكم ده يا جدعان؟ يعني انت اكيد ما اتفرجتش، لانك لو اتفرجت على الفرقه دي، ده فرقه ما بتروحش للجول، ده فرقه اصلا اقسم بالله بتسال الله في حق النشوء، مش لاقيه حاجه خالص، ما فيش اي خطوره. يا عم ما ترجع النني ونزل امام عاشور. هو فين امام عاشور صحيح؟ مش امام عاشور ده اللي جماهير الاهلي دلوقتي بتقول لك امام ده فرق وغير ما بيلعبش ليه وما لعبش ليه؟ واخد بالك؟ المهم، وعلى فكره هو لاعب فتوح النهارده عندنا في المسؤولين في نادي الزمالك، يعني لاعبه عندنا ان انا خدته. طب ما لعبتش ليه كمان بالمره محمد صبحي؟ بلاش، كنت غيرت محمد صبحي الشوط الثاني لما شفت الفرقه ولقيتها ضعيف مثلا يعني. المهم بس هي عندي يعني وخلاص. المهم اللي انا عايز اقوله لكم، يعني مباراه خادعه، مباراه مش ده المستوى الحقيقي اللي انت تقدر تقيس وتقول ان المنتخبنا قوي ولا مش قوي. انت الاختبار الحقيقي ليك يا فيتوريا ان شاء الله في افريقيا، فده الاختبار الحقيقي. انما النهارده ما تقعدش تتفرد وتتني وتقف وتعمل كده وتعمل كده وتعمل لنا فيها ان انت امال كنت فين في ماتش تونس. انا مش بهمت، انا بقول بما يرضي الله، لان احنا هنرجع تاني. فاكرين كيروش؟ يعني ما تتخدعش في النتيجه دي وما تتخدعش في المستوى، واخد بال حضرتك؟ لان احنا ما بنلعبش كوره. انت فرقه زي دي النهارده كنا لازم نتني ونتفرد عليها ونترسم عليها ونبين للناس ان احنا فرق ده ما كانوش يستلموا. يعني كان مثلا الاستحواذ يبقى مثلا 99 مقابل 1% ليهم. ده يعني بجد هو ده الحقيقه. طب الصحابه، انا شايفك لسه ما صليتش على النبي. من فضلك انزل صلي على النبي، دي اهم من الفيديو، اهم من اللي في الفيديو، اهم من كل حاجه. رضا عبد العال مش عاجبه ان الراجل كسب 6-0. الراجل كسب 6-0 ومش عاجبه. طيب هتقول لي يا عم ده فرقه هزيله وفرقه تعبانه ومركز شباب. رضا عبد العال نفسه في فيديو سابق انا كنت جايبه عندي على الصفحه، لو انت ما شفتوش ارجع شوفه. هو بنفسه قال ان الفرقتين جيبوتي وسيراليون فرقتين اقوياء، وفرقتين انت مش الافريقيا بتتطور واحنا ما بنتطورش واحنا مش عارف ايه. هو بيناقض نفسه. ورضا عبد العال بيقول لك يعني 99% تمسك الكوره. ده بانهي وجه دي؟ بانهي وجه يعني؟ انت حرفيا امبارح اصلا كنت مستحوذ على الكوره. ده الجون الثالث اللي احنا جبناه اللي صلاح جابه 38 تمريره. 38 تمريره. لو انت ما بتسمعش تحليل فاحنا بنسمع. 38 تمريره يعني 38 باصه كده. الناس بتباص 38 مره لحد ما الكره وصلت وجت جون. حتى فيتوريا يعني انبسط بالجون ده، لان انت لما تباص كتير ده طريقه استحواذ كويسه جدا للكوره، وانك تقدر توصل للمرمى وتسجل بطريقه جميله جدا. وانك بتتكلم كمان على امام عاشور، وان امام عاشور ما شاركش ليه، وان امام عاشور مش عارف ايه. الناس ده يا جماعه ماشيه في طريق معين. رضا عبد العال ده ماشي في طريق معين واتجاه معين، والظاهر ان هو يعني ايه ملسوع من قصه ان هم رفعوا عليه القضيه اللي هو تطاول فيها على فيتوريا. وبرضك الفيديو ده انا جايبه وكاتبه لك في العنوان، هتلاقيه برضك تطاول على فيتوريا، واتحاد الكره رفع عليه قضيه عشان الكلام ده وصل للراجل وحصل مشاكل مع روي فيتوريا. انا مش عايز اطول عليك الفيديو، بس الكلام ده انت لازم تنزل تقول رايك فيه في الفيديو ده عشان خاطر الناس المسؤولين تعرف تتعامل مع رضا عبد العال شويه. يا جماعه الاعلام المصري حرفيا بيأثر على منظومات كتير. الاعلام المصري بتاعنا قوي جدا. هتقول لي ازاي يا عم اسلام؟ هقول لك الناس بتسمع الكلام، الناس بتعرف الاعلام بيقول ايه، الناس بتعرف التحليل والمحللين بيقولوا عليهم ايه. شكرا لكل الناس. ما تنساش يا ابو الصحاب تدعمنا بلايك، تتابعنا على الصفحه، تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب. خليك مهتم عشان اللي جاي اهم. حبايب قلبي.